ما من امرأة أعظم على قومها منها، بزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 أهل بيت من بني المصطلق. شغل المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد زواجه من زينب بأحداث كتيرة هامة، بأحداث كبيرة ملأت النصف الثاني من العام الخامس الهجري. شهر شوال وذو القعدة كانت غزوة الخندق، وبعدها كانت غزوة بني لحيان، وعاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وما كانش لحق يقعد في المدينة شهر أو أقل من شهر لحد ما بلغوا إن بني المصطلق وهم حي من خزاعة إن هم بيجهزوا حالهم عشان يهاجموا الرسول بقيادة زعيم الحارث ابن أبي ضرار الخزاعي. خرج ليهم سيدنا محمد ومعاه من نسائه عائشة بنت أبي بكر، وقابلهم عند بئر مية اسمه المراصيغ، واتهزموا بني المصطلق واتخذت نسائهم سبايا، وكانت منهم برة بنت الحارث اللي سماها الرسول بعد كده جويرية بنت الحارث. ورجعوا للمدينة، وفي يوم والرسول قاعد في بيت السيدة عائشة يتفاجئ إن حد بيخبط على الباب عشان السيدة عائشة تخرج، فتلاقي امرأة بالغة الجمال خايفة وبترتجف، ودخلت على رسول الله تشكي له همها، وقالت له انها بنت الحارث سيد قومها، وان اصابها البلاء من الاسر، سهمها وقع لثابت بن قيس، وجت للنبي تستعين بيه، ورق قلب النبي ليها. قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم هل لك في خير من ذلك؟ سألت في لهفة وحيرة ما هو يا رسول الله؟ قال لها اقضي عنك كتابتك واتزوجك، ففرحت جدا وقالت له نعم. ولما خبر زواجها وصل للناس، الناس تركوا الأسرى وقالوا أسهروا رسول الله، واعتق بزواجها من المصطفى أهل 100 بيت من بيوت بني المصطلق. جويرية كانت متجوزة قبل الرسول من زوجها المسافع ابن صفوان، لكنه اتقتل يوم المراصيغ. وعاشت جويرية لحد ما تولى معاوية الحكم، وتوفت في المدينة بعد نصف القرن الهجري سنة 56 هجرية، وصلى عليها مروان بن الحكم أمير المدينة. وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كتيرة مخرجة في كتب السنة، رواها عنها عبد الله بن عباس.